إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معا أيها المشاهدون الأعزاء مع برنامج غايات قرآنية. هذه الحلقة 11 نتناول فيها بإذن الله سبحانه وتعالى غاية من أهم الغايات القرآنية التي ركز عليها القرآن وعليها مدار كثير من التشريعات، بل ربما كانت المقصد الأسمى والغاية العظمى لخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، وهي غاية التعبد أو غاية العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الغاية مبينا عظمة هذا المطلوب الشرعي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ويبين الله سبحانه وتعالى بأن خلق الإنسان وخلق الجان لم يكن صدفة، ولم يكن عبثا، ولم يكن بلا هدف، ولم يكن بلا غاية، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الإنسان خلق لغاية عظيمة، وهي أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وهي كذلك أول مأمور نجده في كتاب الله، أول أمر وأول نداء. دعونا نقول أول نداء في كتاب الله هو النداء المتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا واضح جدا بأن غاية الخلق هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن أول أمر في كتاب الله، أول نداء في كتاب الله سبحانه وتعالى يعقبه أمر، هو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذه الغاية العظيمة تنتهي إليها الكثير من الغايات. يعني سنلاحظ بأن غاية التعبد ستأتينا إن شاء الله جملة من الغايات تصب كلها تقريبا في كيف تعزز أو كيف يتم تعزيز غاية التعبد لله سبحانه وتعالى. وبالرغم من عظمة هذه العبارة أو هذه المفردة القرآنية، مفردة العبادة، ولكن النفوس البشرية دوما تجدها تنفر من كلمة تعبد أو كلمة عبادة أو كلمة عبد، وذلك لما رأى الناس من ظاهرة العبودية وظاهرة الرق التي كانت متفشية في التجربة البشرية والتاريخ البشري، بل ربما لا زالت آثار هذه الظاهرة منتشرة في الكثير من البلدان، وإن كانت قد أخذت أشكال مختلفة وأنماط مختلفة، وأحيانا ربما غطت على ما يمكن أن نسميه سلوكيات رق واستعباد، ولكن غطت عليها بالعديد من الإجراءات التي لا يظهر فيها بأن هي ظاهرة عبودية، ولكن في حقيقتها هي ظاهرة عبودية. ينفر الناس من هذه اللفظة وهذه المفردة. ولكن مسألة عبودية البشر للبشر، انتهاك كرامة الإنسان، إذلال الإنسان، عبودية الإنسان للإنسان، هذه مدانة بطبيعة الحال ومرفوضة، والقرآن الكريم واضح جدا في رفضه لهذا السلوك الذي سلكته البشرية. ذلك لأن الإسلام لا يقر في أصله العبودية إلا لله سبحانه وتعالى، وهي أشرف مقام يمكن أن يبلغه العبد، هو مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، أن يكون عبدا لله. لهذا أنشد القاضي عياض عليه رحمة الله، كان ينشد بقوله: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فلا أعظم من أن يدخل الإنسان تحت عبودية الله سبحانه وتعالى بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يقر بالعبودية الحق لله سبحانه وتعالى، وأن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون متبعا لرسول الله عابدا لله سبحانه وتعالى. هذه العبادية إن صح التعبير، وأنا هنا دعوني استخدم العبادية،
لأن القرآن الكريم لاحظنا بأنه ينادي الناس عموما بكلمة عباد، فبشر عباد يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. بينما وجدنا بأن مفردة عبيد هي مفردة أخروية، يعني في القرآن الكريم لا يستخدم كلمة عبيد حتى في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، يستخدمها في الآخرة ولا يستخدمها في الدنيا. في الآخرة نجد مفردة عبيد كثيرة جدا، والسبب في ذلك أن الآخرة كلها تقريبا قائمة على القهر والجبروت والملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا أحد له الخيار ولا أحد له الحرية المطلقة أو المشيئة، بينما الحالة في الدنيا تقوم على الاختيار، على المشيئة، ثم على المسؤولية بعد ذلك. أنت تختار الكفر أو الإيمان، ولكن على أن تتحمل مسؤولية اختيارك. أنت لك مشيئة في أنك والله لا يكرهك أحد على اعتناق الإسلام. حتى الأنبياء لا يستطيعون يكره الناس على دين الله سبحانه وتعالى، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فهنا مساحة هامش الحرية موجودة. بالتالي القرآن الكريم هذه من دقة المفردات القرآنية، يستخدم لفظة عباد، وكلمة عباد تحتمل أن الإنسان يمكن أن يكون مؤمنا ويمكن أن يكون كافرا، لكن العبيد في الآخرة هي عبودية قهرية ولا مجال فيها. نلاحظ بأن القرآن الكريم جعل هذه الخاصية، خاصية التعبد لله سبحانه وتعالى، هي الكلمة السواء، وهو النداء الرباني العالمي للبشرية، وهو القاسم المشترك الذي يفترض أن تسعى إليه البشرية، كما قال الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. فالإنسان في هذه الحياة لا يقبل الأرباب من دون الله، لا يقبل الاستعباد لنفسه، لا يقبل انتهاك كرامته، ولكن عليه أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فظاهرة الرقة هذه أو ظاهرة الاستعباد، ظاهرة الأرباب، يسميها القرآن الكريم ظاهرة الأرباب، وهي في حقيقتها استعباد البشر للبشر أيا كان نوع العبودية. للأسف الشديد عندما سنأتي إن شاء الله كيف يتم اختزال المفهوم، كيف يتم اختزال المفهوم بأنه والله العبودية تختزل في أنه والله أن يركع الإنسان، أن يسجد الإنسان، أن يقدس الإنسان، لكن هنالك الكثير من مظاهر العبادة التي ربما يغفل عنها الناس، كما ستأتينا مثلا مسألة الطاعة نوع من أنواع العبودية. ولذلك عدي بن حاتم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله ما كنا نعبدهم. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ظاهرة الأرباب، ظاهرة الأسياد، ظاهرة الاستعباد البشري، استعباد البشر للبشر، تكون من خلال أنهم يدخلونهم في طاعتهم وفي أوامرهم جبرا وقهرا أو حتى طوعا. يمكن للإنسان أن يدخل طوعا في هذا النوع من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر بهذا الشكل، وأن العبادة هي من أعظم غايات القرآن الكريم، فما هو المفهوم اللغوي والشرعي لمسألة العبادة؟ ما هو العبادة؟ لأنه كما قلت كثيرا ما نقع فيما نسميه بفخ المصطلح، بمعنى أن الإنسان يأخذ مصطلح معين هو مصطلح قرآني له دلالات معينة، لأن القرآن هو الذي يحدد دلالاته، يعني القرآن مفرداته هي التي تحدد دلالات المفردة وتحدد طبيعة هذا المصطلح، سواء كان من خلال اللغة أو يتجاوز المصطلح الشرعي والمصطلح القرآني، يتجاوز المصطلح اللغوي أو العرف اللغوي إما بالزيادة أو النقصان، فأحيانا يحجم من المصطلح اللغوي وأحيانا يزيد فيه ويتوسع فيه. هكذا طبيعة القرآن في تعامله. وبالتالي حتى لا يمكن أن نقول بأن اللغة هي حاكمة على القرآن، لا، القرآن بطريقته هو حاكم على اللغة، هو التي يكيفها بالطريقة التي يريد في إطار المصطلح. تعالوا معي إلى كيف فهمت العرب معنى العبادة. يعني العرب ما كانت تعاني مشكلة في أنه والله عندما يقال لهم اعبدوا الله ولا تعبدوا كذا، كانوا يعرفون معنى العبادة. فما هي
في لغة العرب ببساطة شديدة عندما تقول للعربي عبد، فهذه ببساطة يفهمها العربي بأنه ذليل، فيفهم التعبد هو التذلل والخضوع والاستكانة والطاعة. فالعربي كان يفهم بأنه عندما يقال لهم اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره، فكان بالنسبة لهم مشكلة، لأنهم كانوا يتذللون للأصنام ويتقربون إليها. فالتذلل والخضوع والطاعة والاستكانة والتوجه هذه من معاني العبودية في لغة العرب. وبالتالي هذه المسألة لا بد أن تكون حاضرة في ذهنه. التعبد فيه نوع من التذلل، فيه نوع من الخضوع، ولذلك يقال للعبد عبد لأنه ذليل وخاضع لسيده. هذه ببساطة يعني. فالعبودية فيها تذلل، فيها خضوع، فيها استكانة. أما المعنى الاصطلاحي أي الذي عرفه علماء الشرع أو عرف به علماء الشرع العبادة، فإن أجمع تعريف تقريبا هو التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يجعل من مفهوم العبادة ليس مفهوما شعائريا، بمعنى العبادة هي في صلاة، في صوم، لا، كما يقسمها الآن مثلا فقهاء الشريعة، يجعلون مثلا أبواب الفقه قسمين: قسم العبادات وقسم المعاملات. ابن تيمية ينظر إلى المسألة بأوسع، يعني قسم العبادات وقسم المعاملات كلاهما يندرج في مفهوم التعبد، يعني كلها تقريبا تدخل في مفهوم التعبد. بمعنى قسم العبادات فيه التعبد الشعائري، وقسم المعاملات فيه التعبد الذي نسميه إذا كان الأول شعائري فالثاني أيضا تعبد من حيث التشريع. فالإنسان يتعبد الله في قسم البيع، قسم الشراء، قسم الأقسام الكثيرة، الأحوال الشخصية وغيرها. في هذه أيضا يتعبد الله بطاعته، فهو يلتزم أمره وينتهي عما نهى عنه. إذن فكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويتم التقرب إليه ويقصد الإنسان طاعة الله سبحانه وتعالى في الأمر أو النهي، هذه تعتبر عبادة. إذن العبادة بالنسبة لشيخ الإسلام تعتبر من أوسع الأبواب التي يمكن أن يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا ابن كثير صاحب التفسير المعروف، يقول: والعبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. هنا طبعا سنلاحظ إن شاء الله كيف أن ابن كثير أدخل في التعريف أركان التعبد، أركان العبادة، فهو يعرفها بأنها الأشياء التي تجمع محبة وخضوع وخوف، لأن الحب الكامل مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له، فالعبد هو الذي ذل له الحب والخضوع لمحبوبه، فطاعة العبد لربه تكون بحسب محبته وذله له. إذن مسألة التذلل هي أصل هذه العبادة التي إن شاء الله سنواصل في تكملتها، فكونوا معنا. بعد الفاصل نعود إليكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدون الأعزاء في كل مكان، نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في غاية التعبد، وكنا نتكلم عن تعريف العبادة لغة وشرعا، وذكرنا بأن اللغة تعريف العبادة لغة هي التذلل والخضوع، وعندما يقال طريق معبد أي طريق مذلل، وعندما يقال عبد فهو ذليل وخاضع لسيده ومطيع له. والخلاصة نلاحظ بأن العبادة هي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. هذه باختصار، يعني محبة الله والطاعة لله سبحانه وتعالى من خلال اتيان الأوامر واجتناب النواهي. هذه باختصار إذا أردنا أن نقول لشخص عابد فهو الذي يكون خاضعا للشريعة، خاضعا لشريعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا نظرنا إلى المفردة هذه في القرآن الكريم، مفردة العبادة، نجد بأن كلمة العبادة يمكن من أكثر الكلمات ورودا في القرآن الكريم، يعني دائما نجدها
مأمور بها، منهي عن ضدها. نجدها يعني جاءت الرسل بهذه المسألة. فكلمة العبادة يمكن وردت في القرآن الكريم 275 مرة، ترد بصيغة فعل الماضي، فعل الأمر، فعل المضارع، اسم الفاعل، اسم المصدر، تأتي مصدرية. فعلى كل هي 275 مرة، ولكن هذه المرات كل يعني غالب هذه المرات التي ترد فيها مفردة العبادة نلاحظ بأنها تعبر عن أمرين أساسيين. تعبر عن أمرين أساسيين. الأمر الأول هو أن عبد أو كلمة العبادة تعني التوحيد، ترد بمعنى التوحيد، مثل قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلما كانت العبادة في مقابل الإشراك بالله دل على أن العبادة لله توحيد له. فقمة العبادة هي توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن لم يكن موحدا لله فهو ليس عابد له، بل هو من عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك. ومن لم يعبد الله سبحانه وتعالى مطلقا فهو متكبر أو كافر. ومن عبد الله وحده فهو الموحد. إذن مسألة العبادة تأتي في مقابل التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام في سورة طه: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والثاني، المعنى الثاني للعبادة في القرآن الكريم هي الطاعة. لاحظوا معي الآن واربطوا بين حلقتنا السابقة، حلقة التسليم لله سبحانه وتعالى، في كيف كنا نقول بأن حقيقة التسليم لا بد أن يكون فيها تصديق وفيها طاعة. التعبد بنفس الطريقة، التعبد فيها التوحيد، فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، وفيها طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل مثلا يقول لنبيه موسى: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هنا طبعا سنلاحظ بأنه والله الله عز وجل يقول: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، كأنما هنا الصلاة لا تدخل في التعبد بالمعنى الخاص هنا في الآية، لأنه هنا التوحيد، والصلاة ستدخل معنا في باب الذكر. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، والصلاة كذلك أشرنا إلى أنه ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى كبير. إذن هنا التوحيد هو المعنى الشامل الواسع الذي يعبر عن العبودية لله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني هو الطاعة أيضا، كما وردت في قول الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي لا تطيعوا الشيطان، ويؤدي ذلك إلى أن طاعته تكون عبادة للشيطان وخروج عن عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن هنا مفردة العبادة في القرآن الكريم مدارها على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة الله عز وجل. وهذه مسألة مهمة جدا، ونحن نريد في نهاية المطاف أن نكون عبادا لله، وأن نحقق مقصود الله سبحانه وتعالى ومراده في مسألة التعبد. هذه مسألة يعني نأخذها من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. نأتي بعد ذلك إلى موضوع أنواع العبادة. أنواع العبادة. العبادة من حيث تعلقها بالخلق خصوصا وعموما تنقسم إلى قسمين. العبادة من حيث تعلقها بالبشر أو تعلقها بالخلق، تعلقها بالمخلوقين، هي إما أن تكون عبادة عامة وإما أن تكون عبادة خاصة. فالعبادة العامة هي ما نسميه بعبودية الربوبية، وهي عبودية القهر والملك والجبروت والاستسلام الجبري لله سبحانه وتعالى، وهي مساحة التسيير التي ذكرناها البارحة. فكل الخلائق، عالم السماوات وعالم الأرض وعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس، بهذا الاعتبار العام كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أي كل من في السماوات والأرض هو خاضع لله، هو عبد لله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن عبادته بهذا الاعتبار أحد. الكل عبيد لله، حتى الكافر المتمرد على الله هو عبد لله في الربوبية، رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يعني رب العالمين، رب كل الخلائق، العوالم بمختلف اتجاهاتها. الحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى رب الجميع، وكونه رب للجميع إذا خاضعين لعبوديته في الربوبية. ولذلك الرسل
ما كانوا يجادلون الناس في هذا الاتجاه، ما كانوا يتكلمون حول الربوبية لله سبحانه وتعالى، لأن الكل خاضع بحكم الحكم القهري والجبري. هو يعرف أنه يأتي إلى هذا الكون مخلوقا لله سبحانه وتعالى، ويذهب في نهاية المطاف بالموت أيضا وخاضع لأقدار الله سبحانه وتعالى. فهذه العبودية القهرية الكل يمر بها حتى لو كان رافضا لها، لكن في النهاية هو مقهور لله، معبود لله سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار. لكن ليست هذه هي العبادة التي نتكلم عنها، التي أرادها الله أن تكون الغاية التي نسعى إليها. العبودية هي العبودية من النوع الثاني، وهي العبودية الخاصة. العبودية الخاصة وهي عبودية الطاعة والمحبة والرجاء والخوف والخشية والتوكل والإنابة والتضرع، وأن يكون المنتهى إلى الله رغبة، وأن يكون الرجاء لله سبحانه والخوف من الله. هذه العبودية بالمعنى الخاص هي التي يتكلم الناس عنها، والقرآن الكريم يدور حولها في كل معاني العبادة من خلال التوحيد ومن خلال الطاعة. وهذا النوع من العبادة فيه مقامات هائلة جدا. أعلى مقاماتها مقامات الرسل والأنبياء. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يطلق كلمة عبد على رسول من الرسل يطلقها عليه في أعلى مقامات التعبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهنا انظروا مقام الإسراء مقام عظيم، أطلق الله على رسوله مقام أنه عبد. مقام تنزيل القرآن وإنزال القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يكن له عوجا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالله سبحانه وتعالى في مقام القرآن، في مقام الوحي، في مقام الإسراء، كل هذه المقامات. مقام الوحي يخاطب الله سبحانه وتعالى رسله بكلمة عباد أو بكلمة العبودية. وهنا الله سبحانه وفي مقام اجتناب الطاغوت يقول الله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فبشر عباد. هذه العبودية كما ذكرت مقاماتها تتفاوت. أعلاها مقاما هو المقام الذي يكون فيه مقام الرسل وأولو العزم من الرسل، وبلا شك هذا مقام عظيم جدا، وعلى رأسه إبراهيم، على رأسه النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل الذين نالوا مرتبة الخلة وكمال المحبة لله سبحانه. وأدناها درجة وهي العبودية التي تخلص الإنسان من دائرة الكفر وتدخله على عتبة الإسلام، وهو الحد الأدنى من الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالأركان. هذا الحد الأدنى، وهو الذي يؤهل الإنسان لأن يكون مسلما، أن يكون مسلما مؤهلا لدخول الجنة، وهي ما نسميه إن شاء الله بتقوى الإسلام، هذه سنأتي إليها. لكن هنا لابد أن نلتفت بأن العبودية لله عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية الخاصة هذه التي نقول عنها العبودية الاختيارية، هي التي يتزاحم إليها الناس ويتنافس فيها المتنافسون، ومن أجلها شرعت الشرائع وأنزلت الكتب وبعثت الرسل وشرع الله شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. كل ذلك في سبيل أن نكون عبيدا لله اختيارا، لا عبودية الاضطرار. فعبودية الاضطرار كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. نأتي إلى كلام يعني مهم جدا لشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، وهو هذه العبودية التي قسمناها إلى عبودية اضطرارية وعبودية اختيارية أو عبودية عامة وعبودية خاصة. يقول فيها شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: المخلوقون كلهم عباد الله. كل المخلوقات، إنسهم وجنهم وشجرهم وحجرهم وسماواتهم وأرضيهم والملائكة، كلهم عبيد لله. قال: فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار، المؤمنون منهم والكفار، إلى غير ذلك. ولكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له أو مستكبرا على ربه. وعلى ذلك فإن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يتبين لنا من خلال كلامه، يتبين لنا أن العبودية في القرآن نوعان: عبودية قسرية كونية قهرية، وعبودية الخلق. وهذه عبودية كل الخلق من حيث خضوعهم وعبوديتهم، فإنهم جميعا الملائكة والبشر والجن وعالم الطبيعة كلهم عبيد لله، العبودية القهرية. أما العبودية الثانية وهي العبودية التطوعية أو الطوعية الانقيادية، التي يكون فيها الإنسان منقادا لشرع الله سبحانه وتعالى ولأوامره، فهي العبودية الاختيارية. وهذه التي
يقول عنها العلامة الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، يقول فيها في مقصد الشريعة، في مقصد الشارع من إنزال الشريعة، يقول: ومقصد الشرع من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. إذا نلاحظ بأن مقصود الشريعة هي أن تخرجنا كما أننا عبيد لله اضطرارا وقهرا وقسرا كعبودية كونية، باعتبار أننا مربوبون لله ومسيرون له ومستسلمين له استسلاما مطلقا في هذه العبودية القسرية. لا أحد يختار متى يخرج إلى الحياة ولا متى يموت ولا كيفية الاستمرار فيها، فهذه كلها خاضعين فيها عموما للعبودية القهرية. ولكن يريدون الله سبحانه وتعالى أن تتواءم العبودية القهرية مع عبودية خاصة، هي العبودية الاختيارية التي تكون بمشيئة الإنسان واختياره بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.